لو انت فاكر نفسك بتحب الجينز يبقى انت في الغالب ما تعرفنيش. كل الناس اللي بتتابعني على السوشيال ميديا عارفين كويس قوي ان انا ممكن اعمل اي حاجة، حرفيا اي حاجة عشان اوصل للجينز الياباني. انا فاكرة انه كان عندي 11 سنة لما شفت ماما لأول مرة بتتكلم عن الجينز. كانت بتتكلم عنه بحماس مش طبيعي، اكنها لقت كنز مثلا لقرصان في جزر الكاريبي ولا حاجة. انا كنت مبهورة زيها، هي ما سابتش حاجة، كانت بتتكلم عن الخياطة والتقفيل والزراير، ما سابتش حاجة. واعتقد من ساعتها بدأ هوسي بالجينز. الفيديو ده مش دوكيومنتري، وهيبقى شخصي نوعا ما، لانه انا بحب الجينز وبقدر خامة الدينم جدا. فلو انت مهتم تابع للفيديو للاخر وانا اقول لك ازاي تشتري الجينز الصح. طيب قولك كده، عمرك فكرت ليه أغنى أغنياء العالم لابسين جينز؟ يعني حرفيا الناس دي تقدر تلبس أي حاجة، يقدروا يلبسوا بدل بيسبوك كل يوم بآلاف الدولارات. بس لما تبص على مديرين أكبر شركات في العالم ومستثمرين وأمراء دول هتلاقيهم لابسين جينز برضو. اللي يعرفني عارف ان بطبعي بقدر اللبس اللي معمول بحرفية. لو لقيت حاجة جودتها عالية وسعرها معقول بشتريها من غير ما افكر. الجينز كده معمول بقطن عالي الجودة وتقيل جدا، ده غير انه بيعدي على مراحل تصنيع كتير جدا عكس البنطلون التيلرد العادي. ده غير انه عملي جدا وبيليق على اي حاجة انت تلبسها. اي حاجة هتلبسها على جينز تبقى اجابة صحيحة، بلوزة، تي شيرت، قميص، تانك توب، اي حاجة. وعلشان كده في الفيديو ده انا هتكلم على الجينز وليه اي مبلغ هتدفعه في الجينز بتاعك هو في الحقيقة مكسب ليك انت. عامة لو مش عارف، اللي عمل الجينز هو ليفاي ستراوتس للعمال اللي كانوا بيشتغلوا في المناجم في امريكا. القماشة دي موجودة في كل دولاب تقريبا، كانت اختيار ممتاز للعمال علشان بتعيش وتستحمل تعب الشغل. الدينم أصله جاي من فرنسا، اسمه كان ساغ دينام، قماش تقيل جدا وقوي، بس شهرته الحقيقية بدأت في كاليفورنيا في أمريكا وقت ما كانت مركزة في استخراج الذهب من المناجم. عايزاك تتخيل إن أنت بتحفر في الجبل طول اليوم، أكيد أنت عايز قماشة تستحمل معاك الشغل الشاق ده كله. في 1873 ليفاي وجاكوب عملوا أول بنطلون جينز حطوا فيه مسامير نحاس علشان يقوي الخياطة. ما كانش فارق معاهم لا فاشن ولا ديزاين، كل اللي كان يهمهم هو بس المتانة. كلمة جينز هي جاية من كلمة جنوا في إيطاليا، أما كلمة دينم هي جاية من كلمة دينيم في فرنسا، ويقصد بالدينم اللي هي القماشة نفسها. والمفاجأة إن الجينز لا اتطور لا في فرنسا ولا في إيطاليا ولا حتى في أمريكا، هو اتطور في اليابان. انا فاكره انه عملت فيديو عن الجينز الياباني من 5 شهور ونصحت المتابعين بتوعي اول ما تروحوا اليابان لازم تشتروا جينز، ومش اي جينز، الراو دينم. سعره قد ايه؟ سعره من $200 300، بس انا ما عنديش اي مشكله ادفع $300 وعلى وشي ابتسامه عامله كده. هدفع الفلوس وانا مبسوط. اليابانيين احسن ناس تعمل جينز. الجينز بتاعهم غير الجينز اللي انت لبسته في حياتك كلها. في عندك براندات كتير جدا زي ادوين، اورسلو، ايفيسو، ايرون هارت، بلو جابان، بيور بلو جابان، وطبعا ساموراي جينز. في ناس كتير راحت واشترت البانتس دي وشكرتني في الكومنتس وشكرتني في الرسائل. اغلب الورش في كوجيما لسه لحد النهارده بتستخدم ماكينات عمرها اكتر من 80 سنه على نول اسمه تويودا جي 3. وطبعا علشان المكنه صغيره جدا كل غرزه بتتاخد بتأني وبالراحه وبتتشد جامد، علشان كده التوب بتاع القماش نفسه بيبقى تقيل قوي. ده طبعا عكس الماكينات الكبيرة اللي بتشتغل في المصانع العملاقة اللي ممكن تاخد في الدقيقة الواحدة حوالي 1000 غرزة.
وده بيخلي التحكم في القماشة نفسها أو في التوب مش متوازن من مكان لمكان تاني، لأن هي بتبقى كبيرة قوي. بعض المصانع في كوجيما بتستخدم صبغة النيل الطبيعية، ودي صبغة انترستنج جدا، عايزة اتكلم عنها بس ممكن ابقى اعمل فيديو ليها لوحدها بعدين. انا عايزة اقول انه الجينز الياباني قيم جدا لدرجة انه لو اتقطع منك جريمة انك ترميه او ما ينفعش يترمي، لان هما بيرقعوه بخياطة اسمها ساشيكو، ودي لوحدها بترفع من قيمة الجينز وبتخلي سعره اعلى بمراحل من البنطلون العادي. يعني البنطلون اللي سعره $200 ممكن يوصل سعره $800 لو فيه خياطة الساشيكو. لو ناوي تشتري في محلات في كوجيما لازم تأكد عليهم انك مش هتغسل الجينز من اول لبسة، وإلا اصلا مش هيرضوا يبيعولك. عشان كده لازم نحترم الشغل بتاع الناس، لو هم عملوا حاجة قيمة، لو عملوها بفن وتأني لازم نتعامل معاها بحرص شديد جدا. اكتبولي في الكومنتات لو انتوا عايزين فيديو مخصوص على الجينز الياباني. السؤال، يا ترى ايه الفرق ما بين الجينز اللي $300 والجينز اللي $30 بس؟ تعال اقولك ازاي تشتري جينز، سواء دي كانت اول مرة تشتري جينز او زهقت من الجينز اللي بيفك بعد 5 مرات تغسله فيها. اول حاجة تاخد بالك منها هي القماشة. الجينز المحترم ليه وزن وليه ملمس وليه شخصية كده، تحسه متماسك مش خفيف وطري. اول حاجه امسك الجينز بايدك وشده جامد، لو لقيته بيتشد معنى كده ان فيه الاستين او فيه مطاط، معنى كده ان الجينز ده هيبقى مريح معاك بس مش هيعيش فتره طويله وبالتالي مش هيستحمل الشغل. الجينز الجامد معمول بخيط اسمه رينج سبان كوتن، لو طالع من نول تقليدي هتلاقي الحافه بتاعته سلفج، حرف نضيف مش متنسل، يعني معمول عشان يعيش. بص على كل حاجه في الجينز، على المسامير بتاعته، على السوستة بتاعته، على الخياطة بتاعته. كل الحاجات دي مش معمولة علشان الديزاين، دي معمولة علشان تحافظ على الهيكل بتاع الجينز نفسه وتخليه أقوى مع الوقت. الخياط الشاطر بيستخدم خياطة مزدوجة أو خياطة ثلاثية من عند الأماكن اللي بتتعرض للحركة الكتير زي الجنب أو عند الظهر. لو لقيت chain stitching for example، اعرف إن في إيدك جينز معمول باهتمام. كمان لازم تاخد بالك من الزرار والسوستة والمسامير، لو معدن تقيل لونه بيقدم ويحلو مع الوقت. الاكسسوارات دي بتبقى متينة جدا عشان تدعم البنطلون وتحافظ عليه. انا تقريبا اعرف كل حاجة عن البنطلون الجينز، الاسامي السوست بتاعته، الزراير، المسامير، كل حاجة. لو عايز تعرف اكتر عن الخياطة بالتفصيل وايه الاماكن الصح بتاعتها اكتب لي في الكومنتات وانا اعمل فيديو مخصوص عشان الخياطة وبقية الاكسسوارات. بس اهم حاجة تبص عليها، هل التشطيب كويس ولا مش كويس؟ هل الجينز ده متعالج بالليزر، بالانزيمات، ساند بليستد؟ ولو هو فعلا كده انصحك ما تشتريهوش، لان الساند بليستنج بيضر العمال اللي بيشتغلوا عليه. الجينز الحلو مش بس لازم يكون شكله حلو، لا لازم كمان يكون معمول بطريقة تحافظ على صحة العاملين. انا دايما بقول ان انت مش محتاج 10 بنطلونات جينز عندك، انت بس محتاج واحد يكون الفيت بتاعه مظبوط، قماشته كويسة، الخياطة بتاعته مظبوطة، وهو ممكن يقعد معاك 30 سنة او يمكن اكتر. بس علشان تلاقي البنطلون الصح انت لازم تكون عارف المقاس المظبوط، ودي بقى الحتة اللي بيقع فيها ناس كتير. هو انت لو اشتريت البنطلون اللي عاجبك وطلع مش على مقاسك يبقى انت كده صرفت فلوسك على الفاضي، وده بالمناسبة اللي حصل معايا كذا مرة. تعالوا نتكلم بصراحة عن المقاسات. هي ليه دايما لوز؟ يعني ليه البنطلون بيجي مقاسه 28 في البراند ويطلع وكأنه 30 في البراند تاني؟ الفيت بتاع الرجالة الموضوع اهدى شوية، لانه مثلا بيتكتب مقاس الوسط في الطول 28 في 32 انش طول في عرض، فبيبقى الموضوع باين شوية انه احنا بنتكلم في المقاسات الكاملة ازاي. بس البنات لا، هنا بتبدأ المتاهة، خصوصا اننا في منطقة الشرق الاوسط جسمنا مختلف عن بنات اوروبا واسيا.
عندنا معالم اكثر جاذبيه، وفي براندات كتير جدا بتحسسك ان انت كنتي مقاس 38 وبعدين خسيتي 10 كيلو. الحل انك تقيس البنطلون اللي عندك واللي فعلا بيريحك، افرده وخد مقاسات الوسط والطول وسجلهم. بعد كده دور على جدول المقاسات بتاع البراند وحول الارقام دي لمقاساتهم هم. دي طريقة اكثر دقة من انك تثق في الارقام والمقاسات اللي موجودة على التيكت. نيجي بقى للحتة اللي بتلخبط الناس كلها. انت عندك مام جينز، بوي فريند، فلير، وايت ليج، ريلاكس، بوت كات، ستريت، تراب، سليم وسكيني. ايه اللي يحكم انهي واحد فيهم احسن ليك؟ خصوصا ان احنا عندنا اعداد من الديزاينز اللامتناهيه واحنا مش عارفين نختار انهي واحد كويس. خلينا على سبيل المثال نقول انه البنطلون السكيني مش حلو قوي للجسم الشرق اوسطي، لانه احنا عندنا كيرفز والبنطلون السكيني بيبين الكيرفز دي، فبيبين شكلنا اقصر مما هو عليه. الحل للموضوع ده انك تلبسيه في الشتاء على بوت طويل وعلى جاكيت، فمش باين قوي الكيرفز وفي نفس الوقت شكله شيك. اما مشكله الاوفر سايز انه فتره قليله جدا وهتلاقي الناس مش عايزه تلبس اوفر سايز تاني، فانا شايفه ان هي هايب كده وهتروح لحالها والناس كلها ترجع للستريت جينز. الفكره في ان احنا نشتري بنطلون واحد يقعد معانا 30 سنه، فازاي نشتري بنطلون سكيني او بنطلون يكون اوفر سايز واحنا عارفين انها موضه سريعه وانه بعد 5 سنين محدش هيلبس البنطلون الاوفر سايز تاني. فعشان كده انا بقترح ان احنا نشتري الستريت كات او الديزاين الكلاسيكي للجينز اللي هو اخترعوه اصلا من البدايه، لان الموضه دي عمرها ما هتروح وهتفضل دايما موجوده. انت بعد 20 30 40 سنه هتلاقي لسه الناس لابسه الستريت كات. على اي حال الفت الصح هو اللي بيخليك تحس انك شبه نفسك وانك حابب اللي انت لابسه. انا عن نفسي بحب الستريت والريلاكس كات. اكتب لي في الكومنتات انت بتحب جينز ايه وايه اكتر حاجه بتعصبك وانت بتشتري جينز. ورغم كل المعلومات اللي عندك دلوقتي، حتى لو لقيت الفت الصح في تفصيله مهمه جدا لازم تعرفها. في حاجه اسمها الجينز الخام او الرا دينم، وده بيبقى 100% قطن، بيبقى تقيل جدا وناشف، ولما بتبقى لابسه ما بتبقاش مستريح والحركه فيه مش بسهوله. اديله اسبوعين 3 هتلاقي شكله بقى اريح اكتر في اللبس وبيتحرك معاك بسهوله شويه. الجمال في الجينز الخام انه عامل بالظبط زي كتاب المذكرات بتاعك، انت مش محتاج تتكلم عن حياتك عامله ازاي لانه باين على البنطلون ان انت بتحب تقعد كتير، بتتحرك كتير، بتشتغل كتير، بيبقى باين من الخطوط والتشققات والبهتان اللي فيه انت يومك ماشي ازاي. اما البنطلون اللي فيه نسبة إلاستين زي 1 3 5 او اكتر من كده، في الغالب بيبقى البنطلون اول ما بتشتريه بيبقى مريح جدا وسهل الحركة فيه. الإلاستين بيخلي البنطلون مريح معاك من غير ما يكون شكله غريب وانت لابسه، بس كمان بيخلي الجينز يفقد شكله ويتبهدل بسرعة. بعد كام غسلة بتلاقي الركب بايظة والمنطقة الخلفية كلها ضعيفة وبيبقى شكله رديء جدا. الجينز الخام لو ضيق شوية هيسيب لك علامات عند الركبة، والناس في الغالب بتحس انها حاجة مش كويسة او انه هو مشكلة في البنطلون، بس دي مش فكرة صح. الجينز اصلا طبيعته عاملة كده فطبيعي تاخد الشكل ده. طيب لو حبيت تقارن يبقى ايه الافضل، القطن 100% ولا اللي فيه إلاستين؟ لو عايز الشكل والراحة وتلبسه من أول مرة من غير ما تحس إن فيه مشاكل يبقى هات اللي فيه مطاط أو إلاستين، بس لو عايز حاجة تعيش معاك فترة طويلة يبقى لازم تشتري القطن الخام. أو ممكن تعمل حل في النص إنك تختار بنطلون جينز فيه 1% إلاستين علشان يساعدك إنك تتحرك بسهولة، ما يبقاش ناشف قوي زي البنطلون القطن، بس خد بالك إنه مش هيعيش معاك كتير زي البنطلون القطن 100%. أنا شخصياً كنت زمان بختار أي حاجة لأني ما كنتش فاهمة، دلوقتي بقيت بختار الجودة والحاجة اللي تعيش معايا أكتر. هو مين أقنعنا إن إحنا لازم يكون عندنا 20 جينز في الدولاب؟ هو في الغالب السوشيال ميديا والفاست فاشن دايما بيحطوا ضغط مجتمعي على الناس علشان يقعدوا يشتروا كل شوية جينز وأي حاجة عامة يعني، ودي حاجة ضد الجينز نفسه، لأن هو ما كانش معمول عشان يبقى فاشن، هو معمول عشان الناس تشتغل.
فيجي السؤال الأهم، الجودة ولا الكمية؟ لما تختار قطعة واحدة معمولة بدقة وحرفية وجودة بجد مش بلاستيك رخيص هتعيش معاك. أنا عن نفسي بحس بفخر كل مرة اشتري لنفسي حاجة جودتها عالية ومعمولة باهتمام، لأني معنى كده إن أنا بعامل نفسي بحب. ولأنه الجينز مش موضة أصلا وما ينفعش يخش في منافسة مع بقية القطع والمنتجات اللي في السوق، علشان كده أغنياء العالم بيشتروا الجينز مش لأنهم مش عارفين يشتروا حاجة تانية، بس علشان فاهمين الحاجة اللي تستحق الشراء فعلا ومش بتتغير كل يوم. لو وصلت لآخر الفيديو فشكرا جدا، ولو اتعلمت حاجة جديدة أو انت مهووس جينز زيي فاعمل سبسكرايب واشترك في القناة علشان توصلك حاجات الجديدة اللي هعملها بعدين. وشكرا جدا، باي باي.